السلام عليكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، عدنا لكم بوصفة جديدة وفائدة جديدة اللي تفيدكم في الحياة ديالكم العملية ولا مع الجيران. هاد الوصفة هادي راه قديمة، جبتها من قاع الخابية. كما كتشوفوا هاد الوصفة راه جبتها قديمة من قاع الخابية. ما كنجيبش شي حاجة اللي ما فيها حتى شي فائدة، دائما كنجيب غير الجديد. هاد الوصفه خوتي وخواتاتي غادي ديروها للجار السوء، زميلك في العمل اللي ما كيخليكش ترتاحي دائما، كيحاول بشتى الطرق يستفزك او اللي خرجك من الخدمه ديالك وما بغاش يبعد منك وانتي كتحاولي تبعدي منه وهو ديما جري من وراك، اولا شي جارك محنك ومعذبك ما كيخليكش ترتاحي في دارك، دائما داير لك الصداع ودائما داير لك الضجيج ودائما منغص عليك الحياة اليومية ديالك، ما مرتاحاش نهائيا. هذه راه وصفة جدتها مضربة ببطلة لهداك الجار او لا هداك الزميل عندك في الخدمة ولا صديق او لا كيف ما كان نوعو، بغيتيه يبعد منك وبغيتيه ينساك ويديها في راسو ويديها في حاجته، ما يبقاش كاع ينغص عليك الحياة ديالك. هاد البيضه اختي غادي تجيبيها اولا قبل كل شيء، ما تنسوناش من الدعم والاشتراكات ديالكم باش تحمل فائده والناس يستافدوها. هاد الوصفه هذه راه قديمه جبتها من كاع الخابيه، ما تجهزوش فيها، حاولوا تجربوها في البيوت ديالكم، راها سهله وبسيطه. هذه بيضه ماشي مشكل، بيضه عاديه بلديه ولا ماشي بلديه ماشي مشكل. هاد البيضه هذه غادي تاخديها وغادي تجيبي واحد كيردون بحال هذا ديال اللي كنكيردو به السنان ديالنا من اللحم، كيردون عادي. غادي تاخدي هاد الكيردون هذا وغادي تجيبيه وغادي تجيبي القطران، ماشي مشكل عندك القطران جيبيه، ما عندكش القطران ديري غير ستيلو كحل، ما يكونش زرق ما يكونش خضر، يكون ستيلو زرق اولا القطران الا كاين. غادي تكتبي السميه تاع هذاك السيد اللي منغص عليك الحياه ديالك في هذه البيضه هذه، راه هاد سميتو ما غاديش تكتب لك هاد ستيلو بيك، غادي تحاولي تشوفي فيه داك اللي كيرسموا به البنات فوتر، هذاك الفوتر تيكتب هنايا لانه هو دغيا كيكتب حيت هو ساهل في الكتابه، يكون باللون الاسود. او لا عندك القطران ديريه بكيردون تاع سنان، وغادي تكتبي في هاد البيضه هذه غادي تكتبي فيها فلان ابن فلانه، هذاك الشخص اللي معين اللي عندك به الهدف، سواء ذكر سواء انثى، ماشي مشكل يعني. لما عرفتيش الام ديالو الاسم ديالها غادي تكتبي ابن حواء، غادي تقولي بعدتك عليا يا فلان ولد فلانه، وغادي تشدي هاد البيضه هذه من بعد ما كتبتي بعدتك يا فلان ولد فلانه غادي عليا، غادي تشدي هاد البيضه هذه راها باقا خضره، وغادي تسلقيها مزيان وهي مكتوبه، تبقى تسلق حتى كتولي مسلوقه مزيان، وغادي تشديها وغادي تديها لواحد الحد ديال شي ارض ولا حد ديال شي بلاد، يعني الحد المهم يكون حد، حيت الحدود راه كاينين في البلادات كيكونوا حدود، اولا حد ديال شي حديقه اولا حد ديال شي حاجه، المهم راني عرفتوني شنو كنقصد. وغادي تشدي هاد البيضه هذه وما غادي تكون الطريق كاع فيها حتى شي واحد، يعني باش ما يشوفوهاش الناس، وغتمشي لهداك الحد مثلا بحال هذا هو الحد، هو هذا محطوطه، وغادي تجي وغادي تقولي ليه عفطت عليك يا فلان ولد فلانه، وغادي غادي تعفطي على هاد البيضه هذه برجلك حتى ما يبقاش ليها، المهم حتى تبزطيها مزيان وبالرجل ديالك، ودوختي كتقولي عفطت عليك يا فلان ولد فلانه، عفطت عليك يا فلان ولد فلانه، عفطت عليك يا فلان ولد فلانه، انساني وبعد مني، ورك عليها برجلك مزيان. راه غادي هذاك السيد كما هذيك البيضه جمدت كما غادي يجمد تفكيرو بيك وعقلو من ناحيتك، وغادي ينساك وغادي يمشي في حالته، وغادي تحد العلاقه بينك وبينه كما هذاك الحد اللي ديتي ليه
هذاك البيضه وهذاك الحد ضروري فين غادي تبسطيها برجلك، ضروري يكون هذاك الحد باش يوقع واحد الحد بينك وبينه نهائيا وتكمل الوصفه كيف ما مذكوره. وتنتمنى ان شاء الله تجربوها لاي وحده، اي وحده حاطه عليكم حطكم في راسها وكتجري لكم في المشاكل، او لا اي واحد في الخدمه زميل، ماشي زميل راه عدو ديالك ولا عدوه ديالك، ديريها راه غادي تنساك وغادي تنشغل عليك وغادي توقع حد بينك وبينها نهائيا. هاد الوصفه هادي راها من المجربات اختي ولا اخي، جربوها وغادي تردوا عليا الخبر، لانها راها ضربه بطله لهاد العدو اللي حطك في الدماغ ديالو. وما تنسوناش من الاشتراكات ديالكم باش نجيبوا لكم دائما الجديد اللي تينفعكم وفائده ليكم ولا اي واحد تيعاني مع هذا النوع من الناس اللي ما كيدخلوش سوق راسهم وكيبقاو تابعينك في اي حاجه، سواء في النجاح ديالك سواء في الخدمه ديالك، ما كيحاولوش يبعدوا عليك حتى كيبغيو يطيحوك في الفشل. كنتمنى لك ان شاء الله اختي واخي تجربوها وتردوا عليا الخبر، وكنتمنى نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى وفائده اخرى، والى اللقاء.